السلام عليكم حبايبي، وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطار بتاعنا السهل ده. السر ما خدش وقت خالص، يعني لو جايين من مشوار متاخر او صاحيين متاخر ما فيش وقت هنعمله، ومش هياخد معانا 3 دقايق 4 دقايق وهيكون مستوي وعملنا احلى فطار. وكمان الفيديو ده كمان هنعمل فيه السحور، وهنعمل الفول بطريقه جميله جدا. لو زهقنا يعني من الطريقه التقليديه بتاعتنا، يلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا اسرع فطار ازاي. اول حاجه انا جبت الصينيه بتاعتي او الطاسه، حطيت فيها نص معلقه او اقل من نص معلقه كمان من السمنه، ونقدر نحط زيت اي نوع احنا حابينه والماده الدهنيه. وانزل بقى فيه بالسجق بتاعي. السجق ده نص كيلو سجق بلدي. هبدا بقى اشوحها تشويحه حلوه كده، مع يعني نطره خفيفه كده، ربع معلقه اقل من ربع معلقه كمان من الفلفل الاسمر. المهم مزودش يعني الفلفل الاسمر فيه، علشان السجق بتاعنا مملح وكمان فيه توابل عاليه فما يغطيليش على طعم السجق بتاعي. ونزلت بقى ببصلايه كده متوسطه، قطعتها جوانح. نقدر طبعا نزود كميه البصل لو محتاجين، ونقدر نقلل يعني زي ما انتوا بتحبوا. اول ما البصله دبلت معايا كده، نزلت بنص فلفلايه من الشطه. ممكن نبدلها فلفلايه عاديه خالص تكون بارده يعني لو ما بتحبوش الشطه. ونزلت كمان بثلاث اربع فصوص من الثوم، قطعتهم كده قطع صغيره ونزلت بيهم كلهم. هبدا اشوحهم لحد ما ريحه الثوم تطلع معايا. اول ما ريحه الثوم تطلع معايا، اكون بقى في الوقت ده مجهزه كده طماطمايه مقطعاها مكعبات صغيره، وابدا بقى انزل بيها. اول ما ريحه الثوم تطلع معايا زي ما قلت لكم، ابدا انزل بيها بقى. يا دوبك هتاخد بس تشويحتين 3 كده، وابدا بقى اوطي عليه واحطها كده تستوي مع نفسها. ممكن ازودها بس ربع كوبايه كده من الميه عشان تعمل لي صوص معاها لو حابين. لو مش حابين تعملوه ناشف كده عشان في سندوتشات او حاجه، مفيش مشكله، بس انا هعمل معاه شويه من الصوص صغيرين عشان المكرونه. هنا بقى انا سلقت المكرونه بتاعتي وهي سخنه كده، نزلت بمعلقه من الزيت علشان ما تخليهاش تلزق، المكرونه تلزق مع بعض كده، او تبقى يعني مجمده حته واحده كده، كتله واحده. اول ما نزلت على طول، اول ما صفتها وهي لسه سخنه زي ما انتم شايفين الدخان كده طالع، بدات بقى انزل بمعلقه الزيت. وساعات باخدها كده على الحنفيه على طول وانزلها تحت الحنفيه من غير ما احط لها زيت ولا اي حاجه. ما بيحصلهاش اي حاجه ولا بتعجن ولا اي حاجه، زي ما انا بسمع كده ان الميه لو خدنا المكرونه وحطيناها تحت الحنفيه بتعجن. ما بتعجنش ولا اي حاجه. هنا بقى انا خلاص شوحت السجق بتاعي كويس جدا جدا مع الخليط الجميل اللي انا حاطاه، اللي هو البصل والثوم والطماطم وربع معلقه فلفل اسمر. ربع معلقه هنا يا جماعه اللي هي المعلقه بتاعه التوابل، اللي هي بتبقى عامله زي بتاعه الايس كريم كده، مش معلقه الشاي يعني. بتبقى حاجه بسيطه عشان زي ما قلت لكم هو السجق بتاعنا بيبقى مملح وبيبقى فيه توابل كتير. خلاص انا خلصته كده وعملت المكرونه بتاعي زي ما انتم شايفين كده، سهله جدا وبسيطه. ما تقفلوش الفيديو عشان هنعمل الفول بطريقه. نعمل بقى السحور بعد ما فطرنا خلاص. نبدا بقى نعمل السحور بتاعنا. هنسمي بسم الله، وهجيب كده حته صغيره كده من الطعميه، يعني تكفيني 5 6 او طعميات، مش عايزه اكتر من كده لان ما بنحبش الطعميه تكون بايته. طبعا الطعميه ما كانتش سخنه كده ولسه نازله من الطاسه حالا، ما بتتاكلش. حطيت كده شعره بسيطه خالص من الملح، وحطيت كده معلقه من الميه العاديه بتاعتنا خالص. الطعميه كنت مفرزاها معاكم طبعا قبل كده. وكمان هحط، لو مش حاطه كربوناتو بحط شعره بسيطه خالص من الكربوناتو. انا هنا حطيت حبه صغيره من الكربوناتو، وحطيت ملح، وحطيت معلقه ميه زي ما قلت لكم، قلبتها وسبتها بس حاجه بسيطه كده. الكربوناتو بيعمل لها زي عمليه تخمير كده، بتبقى طعمها جميل. يلا بقى نجهز الفول بتاعنا باحلى طريقه وطشه لو زهقنا من الطريقه التقليديه بتاعتنا. انا هنا حطيت معلقه كده من الزبده، وطبعا ده اختيار يعني، ممكن نحط سمنه بلدي، نحط زيت زي ما انتوا حابين. نزلت كده مع معلقه الزبده الجميله دي، نزلت بخمس فصوص كده او 3 فصوص من الثوم المهروس، بيدي للفول طعم حلو جدا. انا عن نفسي زهقت من الفول التقليدي يعني اللي بنعمله كل يوم، فقلنا نغير كده في السحور. بس كده اول ما ريحه الثوم معايا تطلع، يعني انا عايزه الروايح بتاعته كلها تطلع، هبدا احط بقى ايه، احط حاجه بسيطه من العيدان دي بتاعت الفول الاخضر، بتديله طعم حلو قوي. هحط بقى العيدان كام عود كده من الفلفل الاخضر، من قصدي البصل الاخضر، وهحط كده حته صغيره من الفلفل الحراق، على حته صغيره من البارد، على طماطمايه كده مقطعاها قطع صغيره. كل ده بيديله طعم حلو. بسيطه كده من الملح.
بس كده. وهقلب بقى، عايزه الخليط بتاعي ده كده يتشوح حلو قوي لحد ما ريحه الثوم وريحه الفلفل كده يتشوح، يبقى حلو كده، عشان ده اللي هيدي طعم حلو قوي للفول. هبدأ بقى هنا احط حاجة بسيطة، يعني 5-6 معالق كده من المية، او ما يعادل يعني ربع كوباية من المية. وهقلب بقى كل ده كويس جدا جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة دي بتخلي الطماطم تستوي وبتخلي الفلفل بتاعي يستوي، الفول بيشرب بقى من التوابل دي. بس طبعا الفول انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، وكنت ضرباه في الكبه او في الخلاط زي ما تحبوا. طبعا طلعوا الكميه، يعني انا بحب اطلع دايما الكميه اللي انا هاكلها في نفس الوقت، يعني هتسحر بيها، مش بحب ان انا يبقى فايض عندي فول او طعميه، فعشان كده بعمل على القد. ونزلت هنا بقى بفص توم، انا كنت سايباه كده وركناه على جنب متقطع صغير برضه، هحطه كده من غير ما اشوحه، بيدي طعم جميل زي ما انتوا شايفين كده. بقلبه بقى تقلبتين كده، الفول مع الخليط بتاعه بيدي طعم حلو قوي. هنا نزلت بحاجه بسيطه خالص من الفلفل الاسمر، وهنزل كمان بحاجه بسيطه من الكمون، بيديله طعم حلو قوي، لان الكمون طبعا ده اساس الفول بتاعنا. كده بقى خلصت الفول بتاعي، ابدا في الطعميه الجميله. حطيت الطاسه كده اول ما الزيت يسخن معايا، وطبعا الفول والطعميه كنا عاملينها مع بعض ومفرزينها، طعمهم حلو جدا ولونهم زي ما انتوا شفتوا، ولا بيغير ولا بيحصل لها اي حاجه. الطعميه طبعا عايزين تعملوها مدوره كده، عايزين تعملوها صغيره، عايزين تعملوها كبيره، دي بتاعتكم انتوا. اهم حاجه ايدينا كده، لما بنيجي نعمل الطعميه في مكنه كده صغيره للطعميه، بس انا بصراحه انا جنبي بقى شويه كده من السمسم، بعوز ايديا فيهم وباخد حته العجينه بحطها بتاعه الطعميه، احطها شمال ويمين، بتبقى بالشكل الجميل ده. ممكن نعملها من غير سمسم، يعني زي ما انتوا حابين. وابدا بقى انزلها في الطاسه، ممكن نعملها حته صغيره، ممكن نعملها كبيره. في عند اللي هي الحلواني، مستلزمات الحلواني ديت، في بتاعه كده للطعميه مدوره، بتبقى جميله جدا، بس انا ده يعني نزلت اجيبها كذا مره ما لقيتهاش. بتدي الطعميه بس، بتبقى شكل بس مش اكتر، لكن احنا ممكن نعملها صوابع، ممكن نعملها مدوره، اي شكل احنا حابينه. وزي ما انتوا شفتوا بقى، لو بتحبوا الطعميه مقرمشه كده، سيبوها بس كده تاخد وقتها في التحمير، بس قلبوها الناحيه دي والناحيه دي عشان تستوي كويس، تبقى مقرمشه كده وطعمها حلو. انا بحب الطعميه تكون يعني ما تكونش طريه، تكون مقرمشه كده وحلوه. حبيت اقلي قدامكم الفول والطعميه عشان انا كنت عامله فيديو بيه قبل كده قبل رمضان، وعايزه اوريها لكم قد ايه هي جميله وحلوه جدا جدا، وما حصلهاش اي حاجه. لو بصيتوا على الفيديو، بصيتوا على تاريخه، هتلاقوه قبل رمضان بكام يوم، او يمكن كمان باسبوعين ولا حاجه. فانا في اول تفريزات رمضان. هنا بقى انا خلصت الفول، كنت طفيت عليه، بدات اشغل البوتاجاز عليه تاني، يعني اسخنه تاني، وبدات بقى احط عليه نص ليمونه. وكمان لو بتحبوا الفول بالزيت الحار، نقدر كده بعد ما نفضيه في الطبق نحط عليه يعني حاجه بسيطه كده من الزيت الحار، بيبقى طعمه بقى انا مش قادره اقول لكم على طعمه وجماله عامل ازاي. ونضيف واحنا عاملين الفول على ايدينا وعاملين الطعميه على ايدينا، وطعمهم حلو وضامنينه حاجه نظيفه، يعني ولا عاملين الفول كده من غير غسيل، ولا عاملين الطعميه نفس الحكايه، نظيفه وحلوه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. قول لهم كل سنه وانتم طيبين يا كل سنة وانتم طيبين. قول لهم رمضان كريم. رمضان كريم. بس كده، وعملنا السحور بتاعنا وخلصنا، ويا رب يكون الفطار عجبكم والسحور عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد يا احلى اخوات في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب يكون السحور عجبكم.